فندق الميدان بدبي أعلن كل من سفير الألحان فايز السعيد وشذى حسون عن مفاجأة مشتركة بانضمامهم لأسرة مسلسل يا مالكا قلبي اللي بتنجو شركة جرناس لصالح تلفزيون دبي، ورح يعرض برمضان القادم مثل ما قال الفنان الإماراتي أحمد الجسمي. مشاهير كان له لقاءات خاصة مع النجوم الثلاثة. منتابع سوا هالتقرير. بالنسبة للموضوع المسلسل مثل ما ذكرت انه تجربة جدا جريئة بالنسبة لي انا كملحن. صاحب البالين دائما يقولون ذلك. اول شيء الاستاذ احمد الجسمي هو اللي اصر اني اكون متواجد في هذا المسلسل، وقال لي الشخصية هذه قريب من شخصيتك انت فايز سعيد مش كفنان. واللي شجعني اكثر وجود الفنانة شذى حسون. فأنا متفائل كثير بهذا العمل، تشجيعهم هم، وأنا أيضا قرأت النص جدا مميز جدا حلو، فيه إبداع الناس راح تشوف من خلال هذا المسلسل شخصية فايز سعيد اللي هي اللي خارج الفن كثير قريب الشخصية مني. أنا مذيع في إذاعة وعندي برنامج كثير ضارب، يعني برنامج كل الناس تسمعه، نفس البرامج اللي يسويها براشد أو برامج هذه اللي نشوفها. فعندي برنامج في الإذاعة أحل فيه مشاكل الناس، أي مشكلة بين زوج وزوجته، بين حبيب وحبيبته، أحل مشاكلهم، حتى أروح أواعدهم برا أو أحل مشاكلهم في كوفي شوب وفي مكان عام. كثر ما أحل هذه المشاكل أنا عندي مشكلة بيني وبين نفسي، مش عارف كيف أحل هذه المشكلة، إني أحب إنسان مش قادر أصارحها هي معاي في الدوام. أصلا صار كذا موقف بيني وبينها إنه أول شيء نكره بعض من خلال عملنا مع بعض، بعدين تحول هذا الكره لحب، وبعدها تحول إلى زواج اللي هي عبير دور شذى حسون. فالعمل كثير حلو، الناس بتشوف فايز سعيد منظور ثاني إن شاء الله. حتى أخذ هذا القرار شجعني عدة عوامل إنه أكون موجودة، منهم وجود كمان الفنان فايز سعيد، يعني إحنا فنانين اثنين، فوجوده بعد ساعدني على إنه حثينا بعض على إنه إذا حنكون موجودين أو لا. المخرج، المنتج بعد أستاذ أحمد الجسمي، النص نفسه، النص جميل جدا، يعني أنا قريته من قبل وشفت نفسي يعني في هذا الدور، يعني دور عبير في المسلسل. هيك يعني بنظرة تاريخية خلينا نقول دائما بنشوف المطربات بيروحوا لعالم التمثيل، مع انه هن يمكن الاشهر من الممثلات والاكثر نجومية. شو اللي بيجذبهم في التمثيل؟ المطربات يحبون يسووا كل شيء يحتلوا الساحة بما فيها. لا هو شوف، هي إذا تشوف التاريخ يعني كل المطربات، حتى أم كلثوم، حتى عبد الحليم، حتى المطربين الكبار كلهم شفناهم في الدراما. اليوم في أنغام طبعا. أنغام، يعني شوف الدراما بتساعد على انتشار الفنان بشكل يعني أكبر، بمعنى أنه مثلا اليوم إذا مسلسلي أو مسلسلنا يعني حينعرض في رمضان، فحيقدروا يشوفونا الناس لفترة 30 يوم، كل يوم لمدة ساعة، وهذا الشيء ما بيشوفونا ساعة كل شهرين ثلاثة في حفلة. فهذا الشيء بيقرب أكثر الفنان للجمهور، وهذا عشان هيك بنشوف مثلا اليوم في ممثلين محبوبين جدا عند الناس وبيعرفوهم وكأنه أصدقائهم بيعيشوهم. احنا عنا ممكن نقول احنا مسوين لنفسنا شوي، يعني المغني بصفة عامة يعني عنده شوية هبة مع الناس، بس
حلو انه الفنان يكون قريب من الجمهور يعني بهالطريقه. نحن نقدم اليوم مسلسل يا مالك القلب. الحقيقة يعني بدون لف ودوران وبكل بساطة وأريحية. احنا نتحدث دائما بأن السياسات تفرق. الظروف العربية الحاصلة الآن أصبح كل واحد في مكان، حتى الشعوب بدأت تتخلخل مع بعضها البعض، حتى نوع من الاتهامات دائما تسقط على فلان وعلان وهم ما لهم علاقة باللي يصير، وبالتالي يقولوا الفن يجمع. إذا الفن يجمع يكن بشكل واقع وحقيقي الفن يجمع. هو أنا أتصور أن هذا الهدف الأكبر، بأن نحن دبي تجمعنا وإحنا في الفن نجمع كل الشعوب العربية مع بعضها البعض. الآن دبي مدينة العالم وأرضية خصبة لطرح أفكار مثل هذه متنوعة، وبالتالي الكل يتعايش على هذه الأرض الطيبة، والكل بجنسيات متنوعة وعديدة سواء عربية وأجنبية يعيشون في نطاق ظروفهم الخاصة، في جنسيتهم الخاصة، وفي تعاملهم مع الآخر. وإحنا كمواطنين مطالبين أن أيضا نعيش في حياتنا الخاصة ونتعامل مع الطرف الآخر. وهذه بلدنا يعني جزء منها، أصبحوا الإخوان والجنسيات جزء منها مترابطين مع بعض. وجود فايز وشذا شو الهدف منه؟ يعني ما شاء الله الفكرة مهمة والإنتاج ضخم مثل ما حضرتك قلت، فكرة جديدة يعني 3 مسلسلات وقصص حب. يعني ليه كمان حبيت تطعم المسلسل بوجهين معروفين بس غير ممثلين؟ أولا أنا لمست من فايز من سنوات لأنه يتردد على قضية الدراما بصراحة، وكان هناك في عندنا مشروع مسلسل اسمه هديل الليل، كان ممكن يكون في ممثل واكتفى انه يغني المقدمه. علقت في ذهني يعني هاي الشغله عن فايز، الدور قد يناسبه ودور مذيع يقدم برنامج على الهواء مباشره يحل قضايا الناس، لكن هو عنده قضيته ما حد يحلها، فقريبه منه. شذى حسون عندها دراما تجربه دراميه سابقا، لكن هي اساسا كانت ممثله عراقيه. فلما صار التفكير في فايز بعدين طرحنا الموضوع ان تكون شذى. بصراحه انا ما اخفيك، انا عندي نجمين كبار ولا اخفيك اني انا معتمد على نجوميتهم، لكن الحكايه هي بطله العمل. يعني حتى نجوميتهم اذا ما ادوا انا قايلهم بشكل مطلوب ربما تاثر على نجوميتهم هم بشكل شخصي وعلى العمل. لكن مثل ما ذكرت، لكن انا اقول خوفهم وشعورهم بالمسؤوليه وان هذا المشروع بالنسبه لهم خطوه اخرى، هذا خليني انا افرح لان هم خايفين عن العمل واحنا وراهم نسندهم. فايز السعيد فنان اماراتي، اقدر اقول بكره اذا نجح دراميا راح يصير عندي نجم اماراتي مطلوب بالنسبه لي. شذى حسون هي الشيء اللي كنت انا اريده في اني انا اطرح اللهجه العراقيه، اجت مع شذى، واساسا لما تلاقوا الاثنين زاد ارتباطهم في العمل اكثر مني انا. فالحمد لله يعني توفيق من الله.